ارش براحتي بقى، ما هو مش حرام بقى. الله الله حلوه قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اقسم بالله ما اعرف فيها ايه، ما اعرفش فيها ايه. يلا بينا نشوف مع بعض فيها ايه. انا اقسمت بالله وانا قد قسمي، والله انا ما اعرف الكرتونه دي فيها ايه. كل الموضوع جروب طلبت منه 3 مسك رش وحبهان، لقيتهم بعتولي الكرتونه دي، قلت افتحها معاكم قدام الكاميرا. قبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. بصراحه انا اتبهرت من التغليف بجد اكتر من رائع. يلا بينا نشوف اللي بجد ما تخيلتش اشوفه. التغليف ده فكرني لما كنت بشحن حاجات من بره مصر لجوه مصر. ايه التغليف الحلو ده؟ الله الله حلوه قوي. اوعدك ان كل قطعه هتشوفيها في الفيديو ده لا شفتي ولا هتشوفي زيها. والناس اللي بتقولي يا ساره انت ازاي بتفتحي الكرتونه واول مره تشوفي الحاجه وبتتكلمي دلوقتي، يا جماعه ده مونتاج، انا خلاص شفت الحاجه ودلوقتي بحط معاكم الصوت. المبخره دي ما ينفعش تبقى مش عندك. المبخره الخليجي الفظيعه. بصوا يا جماعه، الشاليمو الجولد يا بنات حلوه قوي. انا عندي منها السيلفر بس دي الجولد. بصوا الكلام، الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، تحفه. الله من هوم سنتر، مضرب الكابتشينو الاصلي من هوم سنتر. الله على الشياكه، عرفتها الرايقه، عرفتها دي اميره الرايقه، اميره الرايقه بجد. شفتوا كده قبل كده؟ هتشوفوا كده فين؟ ما هي الحاجات دي كلها مستورده. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ انا ماما لسه جايبه لي زي ده من السعوديه. بصوا الحلاوه والشياكه يا بنات. ايه ده بقى؟ مش ممكن بجد، مش ممكن. الله ايه ده؟ الله تحفه. ايه ده؟ حلو قوي. ايه ده؟ بصوا الشياكه دي، شايفين البورسلين وجماله؟ ساده ومنقوش. البورسلين المستورد، البورسلين الصح كله مستورد. والبورسلين اللي عمرك ما شفتيه هتلاقيه عند اميره ستور. شايفين الحاجات التحف، تحف فنيه. شفتي كده قبل كده؟ اللي عمرك ما شفتيه هتشوفيه فين؟ عند اميره ستور. حلو قوي يا بنات. مش مصدقاني ده بورسلين. هو ده بجد بورسلين؟ ما هو مستورد بقى. كل الحاجات الجميله دي عند اميره ستور. بصي يا اميره، انا عارفه من زمان انك رايقه، بس ما تخيلتش ان الروقان هيوصل معاكي لكده. هو في كده؟ على فكره في كده واكتر كمان من كده. اميره عندها اشكال كتيره جدا للبورسلين، عندها اكبر تشكيله ممكن تشوفوها. اميره بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مخازنها من الارض للسقف، موجوده عندها كل حاجه يا بنات. ويد اولى على فكره. يعني مثلا البراد ده عندها منه تشكيله فوق ما تتخيلوا. برادات وبس؟ لا طبعا، بما ان عندها اكبر تشكيله من البرادات لازم يكون عندها اكبر تشكيله من فناجين الشاي والقهوه. شايفين الشغل وجماله؟ في كده، ده في كده وابو كده كمان. بما ان عندها فناجين هيبقى عندها احلى استكانات قهوه لا شفتيها ولا هتشوفيها غير عند اميره ستور. وعايزه اقول لكم كمان ان عندها جميع الخشبيات، جميع صواني الخشبيات، كل حاجه خشب هتلاقيها عندها. وكمان عندها اكبر تشكيله من الفناجين فرداني وكمان اطول للي بيحب المنقوش وبيحب الخط الخفيف وكمان بيحب الساده. عندها جميع الاذواق. ده غير بقى ان عندها اكبر تشكيله من البخور والمباخر. البخور عندها بيبتدي من اول 100 جنيه. وعايزه اقول لك ان اصلي شايفه العلامه المائيه بصراحه بقى. شفتي مبخره جميله كده قبل كده؟ عايزه اقول لكم ان هو ده الاوردر اللي كنت طالباه، حبهان. لان حبهان اميره تاخدي منه واحده بس في الشوربه. يا جماعه حبهان اميره ملوش حل، مستورد ومش مستورد وخلاص، مستورد براند تحفه من السعوديه. كمان كنت طالبه منها اوردر المسك الفظيع ده. انتوا كلكم عارفين انا مش بستخدم البرفيوم تماما، انا بحب قوي المسك ده. ده مسك رش. عارفين المسك اللي كنت بجيب منه التوله زمان برقم وقدره دي من عند عبد الصمد والعربي والكلام ده؟ عايزه اقول لك انها بتجيبهولي يجنن. انا ده الاوردر بقى بتاعي. طبعا انتوا عارفين الصيف دخل علينا وانا ما اقدرش استغنى ابدا عن المسك الرش. المسك عندها الرش فظيع. انا بحب الثلاثه دول. هي عندها حاجات كتيره جدا، عندها الطهاره وصديقتي ومريم والعود، عندها حاجات كتيره قوي. انا بحب دول. ده اسمه مسك حليب رش. انتوا عارفين انا ماليش خالص في البرفيوم، فبحب ارشه جدا في الصيف، بيبقى هادي جدا وجميل جدا وبسم الله ما شاء الله تحفه. ده مسك رش. هو ريحته مش برفيوم، هو ريحه النظافه، ريحه الطهاره، وانا دي الريحه اللي بحبها. بالنسبه للصواني بقى، اكبر تشكيله من الصواني هتلاقوها عندها، سواء كانت بقى سيلفر جولد خشب، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه عند اميره ستور. ليه بقى انا واصحابي بنقول على اميره الرايقه؟ عشان تعملي كوبايه كابتشينو صح لازم تكون في مج من مجات اميره. عايزه اقول لك لو ما عندكيش مج من عند اميره عشان الشاي بلبن او الكابتشينو بتاعك يبقى انت كانك ما عندكيش مج. كل المجات اللي تتخيليها واللي ما تتخيليهاش عند اميره. شفتي ده كده قبل كده؟ وكله مستورد. الجروبات والمحلات بيشتروا من عندها، ما هي يد اولى. عندها مجموعه من الفازات والورود لا شفتي ولا هتشوفي زيها عند اميره ستور وبس.
وبقول لك ايه، لو عروسه جديده وعايزه حاجات رايقه او ست بيت وبتموتي في الحاجه الرايقه، لازم على طول تجيبي من عند اميره الرايقه. عايزه اقول لكم ان بيني وبين حاجات اميره قصه حب لا تنتهي. احب اقول لك بقى ان ساره بتتمثل في الصينيه دي، ما اقدرش يعدي يوم من غير كوبايه الكابتشينو بتاعتي وانا بشم البخور الفظيع بتاعتي وريحتي متعطره بالمسك وتمرايه. لو انت رايقه هاتي من عند اميره، لو نفسك تروقي برضه هاتي من عند اميره. هسيب لكم لينك جروب اميره في الكومنتات، ادخلوا عندها وقولوا لي ايه رايكم. بحبكم جدا جدا في الله، استودعكم الله، مع الف سلامه.